وصفتنا النهاردة أنا ما دقتهاش قبل كده، بس لقيت كتير من المتابعين بيطلبوها مني، فأنا بصراحة دورت عليها كتير جدا عشان أوصل للطريقة الأصلية بتاعتها. ولما جربتها عجبتني جدا، ومتأكدة إن أي حد هيجربها هيحبها جدا وهتبقى من الحاجات الأساسية اللي هيعملها على طول. في الفيديو هقول لكم على الطريقة الأصلية بتاعة الحلو بتاعنا، قالوها لي شوية اسكندرانية يا جدعان، وكمان هقول لكم على الإضافات اللي ممكن تضيفوها على الحلو بتاعنا، وطبعا يرجع لكم إذا كنتوا هتعملوها بالطريقة الأصلية أو بالإضافات التانية. الوصفة بتاعتنا النهاردة هي واحدة من أشهر الحلويات في اسكندرية، وهي الحجازية الاسكندراني. عبارة عن طبقتين، طبقة من فوق ومن تحت هي نفس العجينة، وفي النص فيه حشوة كده بالقرفة طعمها يجنن، مزيج يجنن ما بين القرمشة والهشاشة اللي في الطبقة الخارجية والطعم الجميل المركز في الطبقة اللي هي في النص الحشوة. بجد حاجة كده بتعدل المزاج. لطبقة العجينة الخارجية هنحتاج كوبايتين من السميد اللي هو بدون أي إضافات، مش الأكياس بتاعة البسبوسة يعني، والسميد ده هو النوع الوسط عشان لو هتشتروه سايب من عند العطار. كمان هنحتاج كوبايتين من الدقيق، ممكن تستخدموا الكوباية المعيارية أو ممكن تستخدموا كوباية عادية، بس تستخدموها نفس الكوباية لعيار كل المقادير. وكمان أنا هحط لكم في صندوق الوصف المقادير بالجرام. هنخليهم على جنب ونحضر السائل اللي هنعجن بيه، عبارة عن كوباية إلا ربع من المية الدافية، وعليهم تلت كوباية من السكر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. أول ملحوظة معانا إن الحجازية الأصلية ما بيتحطلهاش تلت كوباية سكر في العجينة، بيتحط لها بس معلقتين عشان الخميرة تتفاعل. هنقلب كل المكونات مع بعض لغاية ما السكر يدوب والخميرة كمان، ونخليهم على جنب عشان يخمروا. دلوقتي بقى بالنسبة لخليط السميد مع الدقيق، هنضيف عليه رشة من الملح، وهنضيف بعد كده عليه المادة الدهنية. بالنسبة للمادة الدهنية ممكن نستخدم السمنة بس، أو نستخدم ميكس ما بين السمنة والزيت، أو نستخدم زيت بس لو حد عايز يعمل الوصفة نباتية. أنا عن نفسي هعمل ميكس ما بين السمنة وما بين الزيت، بس هكتر كمية السمنة أكتر، فأنا هستخدم كوباية إلا ربع من السمنة وعليهم نص كوباية من الزيت، يعني كده إجمالي المادة الدهنية كوباية وربع. هنبدأ بقى نقلبهم مع السميد والدقيق، ونتأكد إن كل الحبات بتاعة السميد والدقيق اتشربت كويس جدا المادة الدهنية، بمعنى أصح هنبسهم كده زي البسبوسة. نفضل بقى نبث فيهم كده حوالي دقيقتين لغاية ما الدقيق والسميد يتشرب خالص المادة الدهنية، وهتحسوا ان القوام كمان بتاعهم طري وبقى انعم من الاول. دلوقتي بقى هنجيب خليط المية مع الخميرة وهنضيفهم على الخليط بتاعنا. انا الجزء ده ما قطعتش منه اي حاجة، بس سرعته عشان عايزاكم تشوفوا الاول بيبقى الخليط باين ان هو سايل جدا، لكن بعد شوية هيبدأ السميد يتشرب كمية السوائل اللي موجودة، والعجينة هتبدأ تاخد شكل متماسك اكتر. نبدأ بقى نلمها بإيدينا كده بالراحة عشان نتأكد إن مفيش أي سوائل من تحت، وإن العجينة لمت وبقت كويسة، وناخد حتة ما بين إيدينا ونضغط عليها، لو ما شققتش يبقى كده خلاص العجينة بتاعتنا بقت جاهزة. كده العجينة بقت جاهزة، هنغطيها ونسيبها تخمر تقريبا حوالي نص ساعة مش أكتر من كده. في الوقت ده هنحضر الحشوة بتاعت الحجازية. الحشوة الأصلية للحجازية عبارة عن 3 مكونات بس: سميد وسكر وقرفة. هحط كوباية من السميد مع كوباية من السكر، وبيحط تقريبا من معلقتين لتلاتة كبار من القرفة، ده حسب طبعا انتوا بتحبوا قوة القرفة تبقى قد ايه. هنقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم كام معلقة كده كبار من المية، تقريبا حوالي ربع كوباية من المية، لغاية ما يبقوا عاملين زي الرملة المبلولة. طيب دي الحشوة الأصلية، لكن احنا ممكن نعمل إضافات للي حابب. أنا عن نفسي ضفت معلقة كبيرة من الكاكاو الخام اللي هو غير محلى، قلبتهم مع المكونات، وبعد كده ضفت حاجتين تانيين اللي هو معلقتين كبار من جوز الهند، وكمان معلقتين كبار من أي نوع مكسرات، ممكن سوداني ممكن عين جمل، المتوفر عندكم. وبعد كده ضفت عليهم المية وقلبتهم كويس لغاية ما وصلتهم للقوام بتاع الرملة المبلولة. ده القوام اللي احنا عايزينه، اللي هو لما نضغط عليه بيبقى متماسك ما يبقاش مفرول. بعد كده جبت الصينية اللي هستخدمها، أنا استخدمت صينية مقاس 28 في 35، ودهنتها بمعلقة من السمنة. بعد كده جبت العجينة وقسمتها نصين، بس في نص منهم كان أكبر شوية من النص التاني، وده اللي هستخدمه في الأرضية عشان عايزة أعمل له جناب في الصينية. هحطه كده على ورقة خبز، أو ممكن تحطوه على كيس بلاستيك عشان يسهل معاكم بعد كده في نقل العجينة جوه الصينية. وهنبدأ بقى نفردها بالنشابة، أو ممكن كمان لو مش عايزين تعملوا الحركة دي ممكن تاخدوا العجينة على طول جوه الصينية وتبدأوا تفردوها بإيديكم. ميزة بس إن احنا نفردها بنشابة إن هي هتدينا سمك إلى حد ما واحد لكل العجينة. طبعا واحنا بنفردها بنظبط فيها في الشكل بتاعها عشان ياخد نفس الشكل بتاع الصينية على قد ما نقدر. كده خلاص أنا أول طبقة معايا بقت جاهزة، هبدأ بقى أنقلها في الصينية. نظبط بقى العجينة بتاعتنا كويس جدا جوه الصينية، ونتأكد ان ليها حواف كده او جناب طالعة عالية شوية عشان الحشو ما تطلعش مننا بعد كده. ولو في اي حاجة مش مظبوطة نقدر نظبطها بايدينا عادي جدا، لان العجينة طرية وقابلة معانا ان احنا نظبط فيها.
كده خلاص أول طبق بقت جاهزة معانا، هبدأ بقى أحط الحشوة وأوزعها كويس جدا بالتساوي على كل الصينية. من البدائل كمان اللي ممكن بتتعمل في الحشوة إنه بدل ما بتعملوها بمية تعملوها بلبن، وكمان في ناس بتضيف عليها مية الورد. بعد ما بنوزعها بنضغط عليها كويس جدا بإيدينا عشان نتأكد إن هي بقت متماسكة وما تفرولش أو ما تقعش مننا لما نيجي نقطعها بعد كده. بعد كده هنجيب الجزء التاني من العجينة وهنبدأ نفرده برضو. نحاول نظبطها على قد ما نقدر على شكل مستطيل في الأول عشان واحنا بنفردها هيسهل علينا. وبعد ما نخلصها بالشكل ده هنضيفها في الصينية ونبدأ بقى نظبط الجوانب والحواف بتاعتها بحيث ان احنا نبقى قافلين كويس جدا الحواف بتاعة الصينية. ولو في اي حاجة ناقصة زي كده بناخد من الزيادات وبنقفل برضو الجوانب بتاعة الصينية. وزي ما قلت لكم نتأكد ان احنا بنقفل الطرفين كويس قوي مع بعض ونضغط على العجينة نتأكد ان هي متساوية. بعد كده ممكن بشوكة نعمل فتحات كده بس عشان ما تتنفخش قوي لما تدخل الفرن. والحركة او التشكيل المشهور بتاع الحجازية ان هي بالشوكة برضو نعمل الخطوط بالطول كده. وممكن كمان نرجع نعملها بالعرض كمان زي ما انا هعمل. في الوقت ده اللي احنا بنجهز فيه الحجازية هنكون مشغلين الفرن على 180 لو الفرن سخنة يعني من النوع السخن قوي، او على 190 لو هي من النوع البارد شوية. هنشغلها من فوق ومن تحت لغاية ما نحضرها ونقطع بقى الحجازية لازم تتقطع قبل ما تستوي. هتقطعوها طبعا بالأحجام أو الأشكال اللي انتوا عايزينها. بعد كده هنسيبها ترتاح تقريبا حوالي 10 دقايق قبل ما ندخلها الفرن. بس قبل ما بندخلها الفرن احنا بنقفل الشواية وبنسيب الفرن شغالة من تحت بس. بتاخد تقريبا حوالي 30 دقيقة. وبعد كده ممكن نحتاج نفتح الشواية حوالي دقيقتين 3 عشان تاخد اللون اللي من فوق. بعد ما بتخرج هنسيبها تبرد وبعد كده هنعيد على التقطيع بتاعتها قبل ما نطلعها من الصينية. بس لازم نسيبها تبرد الأول لأنها أول ما بتخرج من الفرن بتبقى طرية شوية لكن لما بتبرد بتتماسك كويس جدا. في حاجة كمان الحجازية الأصلية ما بتتسقيش شربات، يعني الوصفات اللي هما بيسقوا فيها الشربات دي بتبقى حاجة إضافية منهم. لكن الحجازية الإسكندراني ما بتتسقيش شربات. لغاية ما تبرد نحضر بقى كوباية الشاي المتينة كده. ونبدأ بقى إن احنا نطلعها من الصينية زي ما انتوا شايفين. القوام بتاعها جميل جدا. الطبقة من بره بتبقى مقرمشة كده وهشة جدا. ومن جوه طبقة القرفة بجد طعمها خرافي. شايفين كمان لما بنضغط عليها بيبان قد ايه هي هشة جدا. والطبقات بتاعتها متناسقة ومتساوية تماما يعني تقريبا الثلاث طبقات قد بعض. لو بتحبوا الحجازية الارتفاع بتاعها يكون أكتر من كده يبقى استخدموا صينية يكون مقاسها أصغر من الصينية دي، بس أنا بصراحة عجبتني كده جدا. زي ما انتوا شايفين طبعا الصينية الواحدة بتدي كمية كبيرة جدا. واللذيذ فيها إن هي كل ما بتقعد بتحلو أكتر كمان. أتمنى إنكم تجربوا الوصفة لأني متأكدة إن انتوا هتحبوها. وأحب أشوف صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها وأشوفكم على خير الفيديو الجاي.